عزيز. النهارده لقائنا طبي شويه بنتكلم فيه على صحه الخيل مع احد الدكاتره البيطريين اللي مشهورين في المجال ده، وهو دكتور محمد الشرقاوي. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اتكلمنا شويه عن صحه الخيل، ولنفترض ان احنا ممكن نهتم بايه في الخيل من ناحيه اسنانها مثلا. شوف، بالنسبه للسنان هي اول مرحله بتقابل الحصان في حياته المزاجيه كلها، سواء اذا كان اكل او اذا كان ركوب. الحصان اللي بياكل كويس وبيمضغ كويس بتقلل عنده نسبه الاصابه بالامراض الجهاز الهضمي، بالمغص، بالقرح، بكل حاجه بتبدا من السنان. غير ان السنان كمان هي اول مراحل الهضم للكربوهيدرات كلها، اللي هي عندنا اكل الخيل كله اغلبه كربوهيدرات، اللي هو سواء اذا كان حد بياكل شعير او اذا كان بياكل اعلاف. فالتركيبه دي بدايه الهضم بتاعها موجوده عندنا، والتحلل الانزيمي بيحصل بسبب اللعاب اللي موجود في بق الحصان. يعني الشعير اللي مشهور عنه ان هو بروتين اكتر برضه بيعمل كربوهيدرات؟ لا، هو الكربوهيدرات الحاجات النشويه كلها اللي هي ترجع عليها اصول زي الدقيق، زي الشعير، زي الكلام ده كله، دي كلها اسمها كربوهيدرات، اللي هي بيطلع منها بعد كده المكرونات، وبيطلع منها الرز، وبيطلع الكلام ده كله. تمام. فبالنسبه لديت دي اسمها كربوهيدرات. في نسبه بروتين، هو الاغلب بيبقى كربوهيدرات، بس النسبه في جزء بروتين. مش ما فيش حاجه في الدنيا فيها كله كده. تمام. كل اكل ربنا خلقه سواء حاجات زراعيه بتبقى يا اما فيها كربوهيدرات وفيها بروتين وفيها دهون وفيها فايبر. جميل. فاحنا بالنسبه لبدايه هضم الكربوهيدرات حتى في الانسان هي في البق، بدايه الفم واللعاب والكلام ده. فالحصان اللي بيبقى عنده زوايد في اسنانه بيبقى الموضوع ده مؤلم جدا حتى في الاكل، فبيبقى عايز يتخلص من الاكل اللي موجود في بقه ده، عايز يهضمه، عايز يبلعه، فبتقلل فرصه الهضم بتاعته كمان، فبيخلي الحصان عايز يتخلص فيه حاجه مضايقاه، الزوايد بتاعته مضايقاه في والقرح اللي بتعملها في ما احنا بنتكلم من الاول للقلق. تاني حاجه ان مشاكل الزوايد ديت عباره عن بتبقى شارب جدا، بتبقى حاده، فدي بتبقى في الجدار الداخلي لفم الحصان، بتعمل له التهابات وبتعمل له قرح وبتعمل له، دي بتخلي حتى الحصان عنده ريست دايما باستمرار. مشاكل زوايد الاسنان بتعمل مشكلتين. بتعمل مشكله في اكل الحصان، بتبقى اولا بيبقى الحصان عايز ياكل بسرعه، او احيانا ممكن الحصان من كتر الالم بيبطل اكل خالص، يبقى اوف فود تماما. يعني دي الاعراض بقى، دي الاعراض بتاعتها. ده بالنسبه للاكل، لدرجه ان احنا ممكن احيانا نفتكر ان الحصان عنده مغص، وهو ما عندوش مغص، ده هو مش قادر ياكل، مش قادر يمضغ الاكل بتاعه، مش قادر ياخد وممكن نلاقيه تبان اكتر ان الحصان لو طلعناه في النجيله او ادينا له هي او ادينا، ممكن يبقى الاكل احسن بكتير جدا من الكونسنتريتد، سواء اذا كانت اعلاف او اذا كانت شعير. فدي مرحله بتقول لنا ان الحصان ممكن تكون مشكله في الاسنان بتاعته. غير كده ان المفروض الاسنان بيبقى فيها كشف دوري كل 4 شهور على الاقل، الدكتور يبص عليها مره. بالنسبه للزوايد يفضل ان هي تتعمل كل من 4 ل 6 شهور، احيانا ممكن تبقى 5 شهور المتوسط بتاعه، تختلف اذا كان حصان كبير او حصان صغير. الحصان الصغير بتبقى معدلات النمو بتاع الاسنان وتاكل الاسنان اعلى كتير جدا، ففي ناس تقول لك انا عندي الحصان عنده 2 سنين وما فيش داعي اعمل له، فلما نيجي نبص على الحصان اللي عمره 2 سنين دوت نكتشف ان هو الزوايد عنده اكتر من اي حاجه ثانيه خالص، لان وعصبي ومتضايق. الزوايد دي بتنتج بسبب احتكاك الفك العلوي مع الفك السفلي بطريقه دائريه مائله، فدي اللي بتخلي الحصان يحصل له الزوايد بتاع الاسنان اللي هي بيمضغ بيها اساسا. بيمضغ بيها، هو الحصان ان المضغ بتاعته بتبقى طريقه دائريه مائله، فعشان كده دايما بنلاقي الزوايد في الفك العلوي للخارج، في الفك السفلي للداخل. فدي بالنسبه لمشاكل الاسنان اللي بنقابلها في الاكل. طب ايه المشاكل الثانيه اللي بتقابلنا؟ المشاكل قبل ما بيحصل مشاكل في الاكل بتحصل مشاكل في الركوب. بيبقى الحصان دايما ده عنده زوايد كأن في مسمار في بقه شمال او يمين، فتلاقي في الدورانات دايما الحصان بيبقى بيخرج خارج الدايره في الدوران. يعني كل الناس الفرسان عارفين ان الحصان لازم يلف في الدايره منتظم، فبتلاقي الحصان اللي عنده مشكله في اسنان خاصه بيبقى الدايره العكس الالم. يعني مثلا لو الحصان عنده زوايد في الجهه اليمين، بتلاقي في الدايره الشمال دوران الشمال بيحاول يهرب بره الدايره في اتجاه الزوايد عشان يبقى يقلل الضغط، يقلل مقاومه الخد اللي موجود في السنان. فدي مشكله. فدايما مشاكل الركوب بتبان قبل مشاكل الهضم والمضغ والكلام ده. فيفضل طبعا بترفع كفاءة الحصان تماما ان الحصان تبقى اسنانه كويسه، ودي مقاومات الفارس بالذات خاصه في الدرجه الثالثه والثانيه واحيانا الرابعه دلوقتي
بيبقى مش محتاج يشوف مقاومه خالص معاه. صحيح. وكل درجه من درجات التحسن في اسنان الحصان ديت بتدي دوران احسن وبتدي تعامل احسن في الركوب. واحيانا برضو كمان الفرسان الصغيرين، الفارس الصغير في الدرجه الخامسه والسادسه ما بيبقاش عنده الخبره انه يقدر يقاوم مقاومات الحصان دوت ويحط مقاومات فيها. فبرضه احنا محتاجين الفارس الصغير يبقى يركب الحصان بسهول وسموث اكتر طبعا. فاحنا الاثنين محتاجينها، وهي في الاخر هي صحه الحصان. طيب ده بالنسبه لاختلاف عمر او خبره الفارس. اختلاف نوع الحصان نفسه، ان هو الحصان عربي، حصان اجنبي، حصان بلدي. لا هو ملوش علاقه بنوع الحصان، هي ليها علاقه بسن الحصان. يعني كل دايما وطبيعه كل حصان وطبيعه اكل كل حصان. يعني الحصان اللي بياكل شعير غير الحصان اللي بياكل علف، غير الحصان اللي بياكل هي كتير، غير الحصان. كل ما كانت الاكل كونسنتريتد كل ما كانت الحصان بيبقى حساس اكتر من موضوع الاسنان والبلع والكلام ده. بالنسبة يا دكتور اللي أثر في سلامة الأسنان نفسها بقى، مش بس الزوايد، كتسوس، كتآكل، كالحاجات دي، طبعا أنواع معينة من الأكل ولا عناية معينة ولا طبعا إيه؟ في بعض الناس بتبقى يعني بتزود شوية في وضع بعض السكريات للخيل والعسل الأسود كمان بكمية كبيرة، لأن هو الحصان زي الإنسان بالظبط. اي حاجه هيكون فيها نسبه سكريات عاليه هتعمل مشاكل في الاسنان. فدايما الناس اللي بتحط مثلا عسل كتير والكلام ده خاصه فتره الشتاء ده برضو بيأثر على صحه الاسنان بتاعتنا. تاني حاجه المفروض ان احنا نخلي بالنا لو في اي جروح، لان ممكن الجروح اللي موجوده البسيطه حوالين الضرس تتحول لخراج وتعمل الخراج، ممكن يتحول لخراج تحت الضرس او تحت يعني سواء اذا كان بري مولر او مولر او الانياب كمان او القواطع، احنا ممكن بيتكون خراج وبنضطر بعد كده ان انت لازم تشيل الضرس والا الحصان الخراج مش هيخف منه. لكن تسوسات لا؟ التسوسات موجوده بس مش بنسبه كبيره، يعني مش زي البني ادمين كده نحشي وعصب وبتاع والحاجات دي. هو طبعا في حاجات متقدمه للخيل بيحتاج ممكن يحصل فيها حشو ممكن، بس دي حاجات بتبقى يعني مش كومن او مش شائعه. تمام. طب ومعروف كده ان الحصان بنقدر نعرف سنه من طبعا. اسنان طبعا. عمره من طبعا الاسنان. لان احنا نمو الاسنان بيبقى كل حصان الحصان بيبدا عنده زي الانسان بالظبط، الاسنان اللبنيه وبعدين الاسنان الدايمه. بالاول بنبدا نحدد عمر الحصان بالنسبه في الاول عن تغيير الاسنان القواطع الاماميه. كل قاطع بيتغير اللي هم الاربعه اللي قدام دول؟ ستة هم 6 هم 3 شمال و3 يمين و3 فوق و3 تحت اللي هم القواطع. فاحنا كل ما بيتغير قاطع منهم كل ما بنعرف عمر الحصان قد ايه في الفتره الاولانيه. وبعدين اذا كان حصان فبيطلع له انياب، اذا كانت فرس ما بيطلعلهاش انياب الا في عمر متاخر جدا. يعني ممكن نلاقي الناب، لو لقينا ناب في فرس يعني ديت عمرها مثلا مش اقل من 13 14 سنه. بس الطبيعي ان الاطراس ما بيطلعلهاش انياب. بعد كده نبدا نشوف الاسنان اللي هي القاطعه اللي هي السنترا اللي هي المنتصف، على حسب الشكل اللي بنشوف عليه السن نبدا نحدد عمر الحصان. طب القواطع دي بتتغير يعني حضرتك عرفنا كده القواطع بتتغير يعني عند بتتغير عند سنه ونص وبعدين سنتين ونص وبعدين 3 سنين ونص، يعني ده المتوسط بتاعها. مين فيهم اللي بتغير بقى عند السنه ونص؟ احنا بنبدا من النص دايما نحسب اللي احنا عندنا السنتين الاولانيين دول اسمهم يمين وشمال، واحده يمين وواحده شمال، كده فوق وتحت. نعم فوق وتحت فوق وتحت بتغيروا عند سنه ونص، سنه ما بين سنه ونص وسنتين. ده اللي بيسموه كسر جوز. كسر جوز كسر. وبعدين يبقى يتغير اللي بعدهم السنترال وبعدين يتحط اللاترال بتاعه. في حاجة تانية يا دكتور نقدر نضيفها على موضوع الأسنان، ولا الاهتمام بيها كده يعتبر كافي لو حد هياخد باله من النقط دي؟ والله طبعا دايما انا افضل لو حد عايز يكافئ الحصان بتاعه بلاش السكر، يفضل الجزر، يفضل التفاح. الحاجات دي بتبقى كويسة جدا للحصان، هو بيحبها وبتبقى مفيدة جدا. لكن يبعد عن سكر، يبعد عن موز، السكر يبعد عن تمر مثلا؟ لا التمر كويس ما فيش مشكله. الموز لا، والموز برضو كويس ما فيش مشكله، بس انا بتكلم يعني نبعد عن يعني الحاجات الطبيعيه ما فيهاش مشكله، بس يفضل الجزر كمان عشان الجزر والتفاح نسبه الالياف عاليه كمان، دي بتعتبر كانها بتنظف برضو. والبطاطا يعني الحاجات اللي بعيده عن السكر، بتشوف كل حاجه خارجه من الارض هي كويسه سواء للانسان او للحيوان. ميرسي قوي لحضرتك يا دكتور ونورتنا، وان شاء الله نلتقي مع حضرتك في اللقاء الجاي. ده كده ملخص اللقاء ده عن جزء من الاهتمام بالخيل
الخيل والجزء الخاص بأسنان الخيل. إن شاء الله تابعونا في لقاءات قادمة. دمتم سالمين والسلام عليكم.